انا ظبطت نظام معتقداتي، بقيت على الترددات السليمه المفروض اكون عليها، سبت المخاوف، سبت الشك، سبت كل الكلام ده. فانا دلوقتي المفروض ان انا ابقى في وضع الاستقبال. وضع الاستقبال يعني ان انا اكون في وضع حضور. حضور يعني ايه؟ يعني عندي وعي بكل شيء انا بعمله. طب حضرتك بقى لو ترددك منخفض وعايشه حاله حزن وغضب والاشياء دي واحباط والكلام ده، وشايفه نفسك دايما محبطه، عندك يأس والكلام ده، يبقى حضرتك عايشه في الماضي، عايشه في الذكريات. اه ده حصل، لو ما كانش حصل، لو كان عمل الشيطان عمال يلعب بيكي، فانت دايما ايه، طول ما انت في الماضي عماله تفكري في حاجات خلصت وحصلت وانتهت وعفى عليها الزمن ولسه عايشه جواها وبتسجن نفسك في دايرتها. طول ما انت بتحسي بتردد كده عالي خالص، تحسي بحزن، تحسي باحباط، يأس، لوم وتأنيب بقى، ويا ريتني كنت عملت، ويا ريتني كنت رديت، ويا ريتني كنت مشيت، ويا ريتني كنت قعدت. حاجات لا تجدي، خلاص الماضي انتهى، قضى، خلص. لا، الشيطان بقى بيفضل يضحك علينا ويخلينا تلاقي عقلك دايما مشتت ورايح حته تانيه. يا اما عندك ايه حضرتك؟ عندك قلق، عندك توتر، عندك خوف، عندك مش عارفه ايه، يبقى حضرتك سابقه بقى بخطوه وعايشه في المستقبل. المستقبل اللي هو قدام خالص انت مش شايفاه، وعايشه بس دلوقتي اللحظه بتاعتك، مضيعه خوفك وتوترك وهلم جرة جايه. يبقى القديم يجيب لنا الايه؟ اليأس والحزن والكآبة والندم والتردد، اسمها ايه ده؟ مش تردد، التأنيب واللوم والكلام ده. والمستقبل طول ما انا بص عليه كده وعايشة في قلق وخوف ورعب وتوتر، ويعني الدنيا مش مظبوطة، بقى انا مشتتة نفسي وسايبة الحاضر، سايبة اللحظة، سايبة السلام والهدوء والسكينة والطمأنينة. يبقى ده تردد ايه بقى؟ يبقى مطلوب مننا ان احنا ده برضو، دي نقطة فارقة، نقطة خارقة، نقطة قوة رهيبة، ان انت تبقي دايما عندك وعي الحدود. يعني انت عايشة في اللحظة، هنا والآن. انا هنا والآن، شكرا. قفلت على الخوف والحزن، ربنا ما اصلا نهينا عنهم. ربنا بيقول لنا ايه؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين دول؟ عايشين في سلام، في طمأنينة، في سكون، في سكينة، في سلام نفسي، في اتصال مع ربنا دلوقتي. خلاص انت لا يمكن تعرفي تتصلي بربنا وانت في الماضي. خلاص الماضي خلص، انتهى. طب اعمل ايه؟ طب يعني انا ما ينفعش خالص اروح للماضي ده، وما ينفعش خالص افكر في المستقبل؟ لا طبعا ينفع، بس عشان حاجة تانية خالص، مش عشان اعيش بقى المشاعر اللي تردداتها قليلة دي، والحالة الكئيبة او القلق والخوف والرعب اللي جايين. لا، انا اتصل بيهم، اتصل بالماضي عشان الدرس الفلاني اخد منه عبرة، اخد منه افهم المغزى منه ايه، اتعلم الدرس واتجاوزه. خلاص نقطة، خلصت، انتهى. ما افضلش بقى في الماضي عمالة اهرب. ومسموح لي اروح للماضي عشان اتعلم الدرس، عشان افهم شيء معين. مجرد ما ادركته وفهمته وتعلمت الدرس، اتقفل الموضوع. اقفلي على الشيطان باب الايه؟ الحزن. دول اكتر شعورين، الحزن بتاع الماضي والخوف بتاع المستقبل والتوتر والقلق والكلام. ربنا قايلهم في مواقع كتير جدا في القرآن الكريم. يعني سورة البقرة أنا الحمد لله يا رب يعني دوم عليها يوميا، لازم أقرأها. مذكور فيها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 6 مرات بس في سورة البقرة. وبس يعني ربنا سبحانه وتعالى ألهم أو أوحى لأم سيدنا موسى، أوحى لها بإيه بقى؟ يعني انتوا عارفين، كلكم عارفين القصة. كان من ضمن الحاجات تحزن. يعني ده نهي اهو، لا تخافوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. شوفي أنتم الأعلون، ربنا بيقول لك أنتم الأعلون، وأنت عمالة تخافي وتحزني، ماشية في عايشة في الماضي رايحة في المستقبل. المستقبل برضه مطلوب منك حضرتك إن أنت تتواصلي معاه.
بس عشان تحطي خطة، عشان تحطي رؤية، عشان تحطي هدف، عشان تحطي انت عايزة تبقي ايه. انت رؤية واضحة ليكي، انت عايزة تتزكي تروحي فين، انت عايزة الليفل بتاعك يوصل لايه، انت استحقاقك فين، تبصي لهدف معين، يبقى كأنه لمبة كده في طريقك في مسارك، وانت متجهة ليه، كشاف كده هناك بعيد، وانت شايفاه، وانت مطمئنة وعندك سكون وعندك شغف ان انت تروحي، وانت مجتهدة، وانت عندك مثابرة واستمرارية في اللي انت بتعمليه، عشان تقيمي نفسك، تشوفي انا عملت كذا، بطريقة حيادية، بطريقة صحية، مش ان انا خايفة لا يحصل كذا، خايفة لا مش عارفة السنة الجاية ياخدوا مني مش عارفة ايه، خايفة الراجل صاحب البيت كمان سنتين العقد ينتهي ويطردني، مرعوبة لا مش عارفة السنة الجاية ما اعرفش ادفع فلوس الولاد بتاعت المدرسة. ايه ده، ايه ده، خوف برضو الشيطان هو اللي بيخوفك، في حين انت لو بس ادركتي اللحظة، اتصلتي بالله عز وجل برب العالمين الآن، يا على السلام والهدوء والسكينة والروعة والاطمئنان، وقفلتي باب الحزن وقفلتي باب الخوف شيء تاني. شوفي ترددك بقى فين، وشوفي عقلك فين، وشوفي انت جسمك ومناعتك وحياتك كلها راحت فين، انت في حتة تانية خالص. لما بنغرق بقى في الماضي، وبنغرق في المستقبل، وبنسيب اللحظة اللي بتجيلنا، وبتضيع علينا كل شيء متاح لينا في الحياة، بنبقى معميين عنه، معميين، لأن احنا في تردد تاني خالص، احنا في الضياع، احنا في أسفل سافلين، خوف وحزن. فهتجيبي منين، هتشوفي منين الفرص، انت لا في حالة سكون ولا هدوء ولا سلام، ولا عشان ولا انت رايقة وحلوة وجميلة عشان تاخدي بالك من الحاجات الحلوة، انت مش على نفس تردد الحاجة الحلوة، الفرصة الجميلة اللي هتجيلك، الهدية اللي ربنا بعتها لك، المعجزة اللي ربنا كاتبها لك، انت مش على ترددها، مش هتشوفيها. فكلما بقى كنا أكثر حضورا، وكنا متصلين بالله عز وجل منبع الطاقات، الطاقات الجميلة اللي فيها سكون وهدوء وروعة واستسلام وتسليم لله، كلما كنا على إيه، استعداد بقى إن إحنا نتلقى أفكار جديدة، فرص لا محدودة. الله، أشياء بقى تخدمنا، تخدم رحلتنا، تخدم رسالتنا، تخدم طريقنا اللي احنا نتزكى، ان احنا نكون افضل، ان احنا نكون احسن، طريقنا للتشافي والشفاء. حد مثلا ممكن يبقى مصاب بمرض معين، والشيطان بقى مشتغل، ده انت هتفضلي طول عمرك تاخديه في الدواء، ده الدواء مش هيعمل حاجه، هو الموضوع هيتفاقم وبعد سنه هتلاقي نفسك مش عارفه ايه، ده لو كنت رحت كشفت من سنه فاتت كان زماني عرفته وخفته. ندم وقلق وتأنيب وخوف من اللي جاي، ايه ده، شغل شيطان، شغل شيطان، شياطين. خلي بالك في شياطين الإنس والجن، يعني في ناس بتفعل هذا الفعل، انت احذري ان اي حد يقعد معاكي يكلمك في نقطة معينة ويرجعك للماضي، ويفضل يحكي لك بقى في حاجات، شفتي بقى كنت عملت ايه، اقفلي الباب ده، دي افعال شيطانية وهتحصل لك، ولو ما عملتيش كذا دلوقتي ما اعرفش اللي هيحصل ايه بعدين. هو عارف بعدين انت منين؟ سوري يعني، انت جاي لي من المستقبل يعني، ولا جاي لي منين؟ انت عرفت الكلام ده منين؟ ده بشروا ولا تنفروا، على طول ما تنساقيش ورا هذه النوعية من البشر وهذه النوعية من التفكير. انت خلي عندك وعي بحالة الحضور، حالة الحضور دي حالة تسليم لله عز وجل، يا رب انا دلوقتي راضية ومطمئنة، وكل شيء بايديك، لا حول لي ولا قوة، كل شيء في ايديك انت، وانا راضية ومستسلمة مش مستسلمة يعني معناها يأسة، لا، مسلمة الامر ليك. تخيلي بقى انت عايشة حالة التسليم دي، ربنا هيعمل ايه؟ هيبعت لك فرص، معجزات، اشارات، انفراجات، فتوحات، اشياء لا تتخيليها، بمجرد بس ان انت عايشه لحظه حضور ولحظه تسليم لله عز وجل. في الوعي والادراك. هتقولي لي طيب افعل ده ازاي؟
نفعل ده ازاي؟ يعني ايه ابقى في حالة حضور؟ يعني ابقى دريانة انا بعمل ايه، دريانة انا عندي وعي كأني عايشة مش مغيبة. كتير احنا اتكلمت في الموضوع ده اكتر من مرة قبل كده، كتير احنا ناكل بص نلاقي الطبق فضي وانا مش دريانة انا اكلت امتى وازاي وازاي الطبق فضي. شربت كوباية الشاي وفجأة لقيت الكوباية خلصت. رحت مشوار بالعربية فجأة لقيت نفسي وصلت، اللي انا فاكرة انا مشيت من انهي طريق. حقيقي 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 ده بيحصل. صليت لا عرفت انا صليت ركعتين ولا ثلاثة ولا قلت ايه اصلا. حقيقي ركزي كده في حياتك هتلاقي نفسك كده. هتلاقي نفسك ما فيش في حاجات كده اوقات كتير عدت من حياتك انت مش عارفة اصلا. ده ممكن تبقى سنين. هي سنة. وانا لما ابني كان عنده 3 سنين انا كنت فين اصلا وكنت بقى ايه ده معقولة. ما يقعدوا يفكروا كده انت كنتي كذا 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 انت ايه ده ازاي ده انا مش فاكره حاجه خالص. ليه بقى؟ لانك حضرتك عايشه مغيبه، عايشه مش في حاله حدوث، عايشه وكانك متخليه عن كينونتك، مسلمه كده قيادتك لايه؟ للتيار الآلي زي ما بيقولوا الاوتو بايلوت. البيكي ميكسز بقى اللي واخد الاكسس بارز، اللي هي الايه اللي هي تيارات او كيانات او انظمه احنا انشأناها بارادتنا واختيارنا وقلنا لها يلا انت سوقي، انت قودي، انت الحياه. تبص تلاقي نفسك تقومي تخلصي الشغلانه وتقعدي وانت مش هنا اصلا، انت مغيبه. مين اللي راح ومين اللي جه ومين اللي مشي ومين اللي عمل ومين اللي سوى ومين اللي خلص؟ الاوتو بايلوت، طيار الآلي. انت كنت فين؟ انت مغيبه. ليه؟ سمحتي خلقتي الاول هذا الطيار الآلي واديتي له القياده وسمحتي له هو اللي يقود، وتنحيتي جانبا قلت له يلا عيش انت بقى. اكل، عماله تاكلي 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 وفجأة الأكل خلص. مين اللي كل؟ الأوتو بايلوت. هو اللي قاد العملية كلها، هو اللي متحكم في إن هو كل أو ما كلش أو عايز تاني أو مد إيده كل من هنا. مفيش وعي، أنت ما لا تدركي أصلا إن أنت قاعدة بتاكلي. مفيش حالة حضور. طب نوصل إزاي لحالة الحضور؟ آه، أبسط شيء إن إحنا نوصل لحالة الحضور إن إحنا نفعل الحواس الخمس. يعني خلينا نعملها عملي كده وانتوا قاعدين كده مكانكم. غمضي عينك كده، استشعري ملمس الملابس اللي انت لابساها على جلدك. حسي كده اللبس على جلدك. استشعري بوعي منك، انت مركزة دلوقتي ان انت بتستشعري انت قاعدة على ايه. على أرض، على مكتبة، على كرسي، على سرير، قاعدة على ايه. حسيني الفرق ان انت في حالة وعي بقى، في حالة حضور. انت مدركة ان في أرض تحت، انت قاعدة على في كرسي تحت. طيب استشعري النفس اللي انت بتاخديه في الشهيق. استشعري الهواء اللي داخل الرئة، واستشعري الهواء اللي خارج من الرئة. انت كده في حالة حضور. اسمعي اي صوت خارجي دلوقتي وركزي ان انت سامعة دلوقتي، مش ودنك شغالة كده اوتوماتيك وخلاص. انت مش دريانة انت سامعة ايه. لا انا مركزة ان انا سامعة صوت التكييف، عندي تلفزيون شغال بره. مركزة ان انا سامعة ان في قطة بتنونو بره، في كلب بيهوهو، صوت المروحة معايا في الأوضة. استشعري انت شامة ايه دلوقتي. شامة ريحة السبراي بتاعك، شامة ريحة البخور اللي انت مشغلة. ودركي بس كده ان انت شامة حاجة. استشعري ان انت شامة ريحة الأكل اللي بيتعمل في المطبخ أو جايلك من جارتك. حاسة بالفرق؟ حاسة ان انت دلوقتي انت
انت في كينونتك، انت وكينونتك مصحصحين، عارفين دايريانين بيعملوا ايه، بيسمعوا ايه، لامسين ايه. استشعري نسمة الهواء اللي جاي على وشك حاسس بايه، ببرودة. ركزي كده مع بشرتك، وشك، وحسي بشرتك حاسة ايه. يعني ايه نوع الشعور او الاحساس اللي حاسه جلد بشرتك. بصي كده في الأوضة، افتحي عينيكي وادركي إن أنتي باصة على باب الأوضة، وعلى الحيطة، وعلى الأرض، على الكرسي. بصي للحاجة وأنتي واعية إن أنتي باصة. بصي على السجادة، بصي على الشباك. أنتي كده في حالة حضور، وأنتي بتبصي وعارفة إن أنتي باصة دلوقتي، سامعة وعارفة إن أنتي سامعة. أنتي بتستشعري كينونتك في هذه اللحظة، متصلة بكينونتك، متصلة بذاتك. مش الدنيا مش شغالة وخلاص، لا، أنتي مدركة. فمطلوب منك على فترات، على مدار اليوم، تعملي هذا التمرين. انت بتصحصحي نفسك وانت قاعده كده، في وسط ما انت قاعده في اي حته، قولي انا رجلي لامسه ايه دلوقتي، لامسه الارض. انت واقفه حافيه، لابسه شبشب فلامسه الشبشب، ولا لابسه شوز فلامسه الشراب واحساس رجلك جوه الشوز. نبهي نفسك كل شويه، انت بتستشعري ايه، انت حاسه ايه دلوقتي. فخلي بالك بقى، كل ما كنت في حاله حضور انت مركزه انت بتعملي ايه في اللي انت هتحسيه او هتشميه او هتستشعريه، ده انت موقفه الافكار، وموقفه الايه، موقفه العقل. فايه، فانت في حاله حضور. فايه تاني، فانت في وضع استقبال، ان انت تستقبلي افكار جديده. انت دماغك مش شغاله، طول ما انت دماغك شغال في افكار 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 افكار، انت ما بتستقبليش افكار جديده. لان هو اصلا دماغك شغال في زحمه جوه دماغك، في اشياء رايحه جايه، في زحمه. احلى حاجه بقى تعملي بيها حاله الحضور، ايه، دقات القلب. استشعري كملي عينك كده وتحسي بدقات القلب، وتتواصلي مع قلبك، حطي وعيك على قلبك، تسمعي دقات قلبك، ركزي مع قلبك ومع دقاته كده. ومن قلبك بقى اتصلي برب العالمين، من هذا المكان دوت اللي هو مسكن الروح في الجسم. اتصلي بالله رب العالمين، اتصلي بيه. عايزة تتكلمي معاه اتكلمي، عايزة تدعي ادعي، عايزة تشتكي اشكي، عايزة بس تتواصلي معاه، تحسي الحب منه، حسي حالة حضور، حضور سكون. يا على كمية السكون والهدوء والروعة اللي في اللحظة. انت لما تبقي في حالة حضور، انت متصلة بالقلب، متصلة بالله، انت في حالة سلام. لحظة كده خلاص تخرجي بره اصلا الزمان والمكان. يعني من كتر ما انت مركزة وفي الزمان والمكان متصلة بالله، انت بتخرجي براهم اصلا، تحسي ان انت متصلة بقى بالله عز وجل. يبقى دي نقطة فارقة، خلي بالنا منها، نكون دايما في حالة حضور. نعمل تمرين بتاع الحواس الخمسة ده دايما، نعمل الاتصال القلبي ده دايما دايما دايما. هنتكلم عن التأمل على فكرة بكرة أو بعده. وبرضو الاتصال برب العالمين طبعا أساسي. بس حالة حتى وانت في شغلك، وانت رايحة خارجة رايحة مشوار، وانت في المواصلات، وانت في أي حاجة، ركزي على دقات قلبك، خليكي في حالة حضور وسكون كده مع رب العالمين. شوفي السلام والهدوء، اخرجي من أي حاجة في الحياة، الحياة المادية دي، وركزي مع رب العالمين. طيب قلنا لما نرجع للماضي، ارجع له بس في حاله ان انا بتعلم درس باخد الفايده.
بحلل حاجة معينة أنا مريت بيها عشان أتعلم الدرس، مش عشان أقعد ألوم بقى وأحكي في الذكريات المؤلمة وأهري وأعيش في دايرة ودراما ملهاش أي 30 لازمة. لا، حتى لو أنا رجعت للماضي أرجع بوعي، أقول ده أنا في الموقف ده حصل كذا، كان مطلوب مني أعمل عشان بنية إن أنا أتزكى، إن أنا أتطور، إن أنا أنمي حاجة جوايا كنت المفروض أعملها ساعتها، مش ندما إن أنا ما عملتهاش. لا، الموقف ده كان يتطلب مني الأمر إن أنا أبقى أعمل واحد اتنين تلاتة، يبقى عشان أنا أزود وعي، أزود إدراكي، عشان أكرر عليا تاني أعرف أعمل إيه. بس غير كده نقطة، الموضوع اتقفل، خلصت. اوعي تخشي في دايرة، آه، يعني دايرة اللي احنا بنتعب نفسيا بقى لما بندخل جواها. خلاص الماضي خلص، انت فكري نفسك كده، الماضي خلص وانتهى. عقلك بقى اللي بيفضل يديكي حاجات وحاجات وحاجات عشان تفضلي عالقة في هذه الذكريات وفي هذا الألم وفي هذه الروايات والحكايات والقصص. وقلنا إن إحنا حياتنا وواقعنا بنخلقه بتفكيرنا. طول ما انت بتفكري في الماضي ما تنتظريش حاجة في حياتك، في الحالي، في الآن ولا في المستقبل عدلة. طول ما انت بتفكري في الماضي ده عشان تتألمي وعشان تندمي وعشان تتحسري وعشان تعملي كل الأعمال اللي احنا قلنا عليها، أعمال شيطانية اللي بتجيب يأس وإحباط، ما تتوقعيش إن المستقبل بتاعك هيبقى حلو مبهر، ولا الحالي الحاضر هيبقى جميل. لا، أفكارك تشكل واقعك. يبقى حضرتك لما تجيلك ذكرى من الماضي، أوكي تمام شكرا، نقطة، خلص. ما تتفاعليش معاه، حرريها. حرريها ازاي؟ اوكي اقبليها، بس انا اختار ان انا دلوقتي اتحرر من هذه الذكرى. خلاص شكرا. جالك الموقف تاني وقعدتي افتكرتي تاني وعشتي الحياة تاني، اوكي ماشي. اسألي سؤال، ايه الشيء اللي انا كنت المفروض ان انا اعمله؟ ايه الشيء اللي كنت المفروض اغيره؟ من باب ان انت بتتعلمي، من باب ان انت بتاخدي الدرس. غير كده شكرا، الموضوع خلصان انتهى، انا مش هضيع وقت فيه. انا عندي حاجة اهم عندي من وقتي، انا اتصل بربنا رب العالمين، استمد منه القوة والصبر وكل حاجة الان دلوقتي، وانسى كل ده. خلي عندنا كده وعي ان طول ما احنا في هذا الموقف فاحنا بنتبع خطوات الشياطين. من الاخر، شوفي بقى انت هتختاري ايه، بناء على اللي انت هتختاريه هيتجلى ليكي في واقعك وفي مستقبلك. خلاص. انما يبقى عندك وعي وعندك آه ادراك كده وملم بزمام امورك، عقلك هيفضل يعيد ويزيد. انت خلي بالك بقى، احنا اتكلمنا عن البرمجه، انا اوكي هو اتبرمج على كده انه يصدر لي الحاجات المؤلمه. خلاص انا دلوقتي عندي نيه جديده، عندي وعي جديد، عندي نقطه تحول جديده في حياتي، انا هبرمج دماغي على اللي انا عايزاه. اما يجي لك بقى اي شيء من الماضي، اوكي تمام، ما ترفضيش، عشان اللي بيقاوم الشيء اللي بنقاومه اوكي تمام. تبقي في حاله حضور ووعي ان ده ماضي، خلاص ماشي، اسمحي له، اسمحي كل حاجه اللي عقلك بيديها لك، اوكي تمام. ايه تاني؟ لا يعني صاحبي، اوكي ايه كمان؟ عندك ايه تاني؟ ايه تاني؟ الذكرى الفلانيه، ها والشريط السينما كله اتكرر، ماشي ايه تاني؟ طول ما انت بتساليه ايه تاني هيجي في وقت هو مش هيعرف يطلع حاجه. خلاص انت متقبله، شايفك متقبله. انما لو رافضه انسي، خليكي متقبله اوكي، بس بوعي، بالكنترول في ايدك، انت اللي متحكمه، انت اللي مشغلاه، انت اللي بتقولي له ها وايه تاني، مش هو اللي بيفرض سيطرته عليكي وبيصدر لك الذكريات والالام والاحباط والحاجات وبيقول لك اهو غصب عنك. لا، اسحبي السيطره منه. اوكي ايه تاني؟ ايه كمان؟ صح، حصل كذا. ايه ايه الشيء اللي انا كنت المفروض اغيره في الموقف ده؟ ايه يا رب اللي حصل ده؟ اوكي تمام، انا راضيه، انا اسمح لكل ده انه يكون موجود.
خلاص تمام، بس انا دلوقتي اختار ان انا اعيش الحاضر، اعيش دلوقتي خلاص، وان انا اتعلم الدرس من كل اللي حصل، وان انا اخد الخلاصه، واللي فات خلص شكرا نقطه. قولي له بقى كده، قولي لعقلك كده، خاطبي كلمه كيان موجود. شكرا ماشي، انا راضيه وموافقه وتمام، اوكي، بس انا اختار ان انا اعيش دلوقتي في الحاضر، اختار ان انا اتصل دلوقتي برب العالمين، وادعي بقى ربنا ان هو يشيل عني كل ده، يعني يزيح عني كل ده، ان هو يديك القوه ان انت تتغلبي على كل ده وتتجاوزي كل ده وتخرجي بره كل الدايره دي. اتصلوا يا جماعه بربنا على في كل حاجه، ولو حتى في ابسط الاشياء، واغلى واعلى واكتر الاشياء اللي انت يعني عقلك دايما بيصدرك انها مستحيل. اتصلي بربنا واطلبيه، وبثق بترتقي وبتتزكي وبتقربي لربنا اكتر، ومؤمنه بالله اكتر. كل ما طلبتيها بايمان كل ما هي تجلى ايمان ان مفيش شيء آه ربنا ما يقدرش عليه. الله اكبر، الله اكبر، اكبر من اي شيء، اكبر من اي ذكرى، اكبر من اي الم، اكبر من اي موضوع او مشكله او ازمه. الله اكبر، الله اكبر. ان معي ربي سيكلم، ان معي ربي سيهدين، هيهديني هيوصلني. خلاص، الهداية أو الهدى معناها الانتقال من نقطة لنقطة أو الوصول من نقطة لنقطة. كلا إن معي ربي سيهدين، هيوصلني لبر الأمان، هيوصلني للحل، هيوصلني للطريقة المطلوبة والصح ليه، هيوصلني للشيء اللي فيه أكتر يعني يخدمني أو فيه مصلحة ليا أو مصلحة ليا وللبشر أو أكتر. خلينا نتعامل مع عقلنا بذكاء. العقل مبرمج، أوكي، لما أنا أوعى على الموضوع ده الكنترول في ايديكي خلاص. هو انت تبقي فاهمه ان اللي بيطلعه لك ده برمجه منه مش اكتر. تمام، اسمحي للبرمجه تظهر، اوكي تمام، شكرا، انا ليا اختيار تاني، خلص الموضوع. اختيارك التاني ايه؟ ان انا اكنسل كل ده، الغيه، اشفره، ان اي حاجه طلعت الفكره ديت او الذكرى دي او الموقف ده خلاص انا بلغيها من اساس من نقطه تكوينها. اعيدوه الى المرسل مع الوعي. اسالي الاربع اسئله بتوع الاكسس بارز: ما هذا؟ ماذا يمكنني ان افعل به؟ هل يمكنني تغييره؟ إذا نعم فكيف؟ 4 أسئلة يعني من أروع الأسئلة. What is this? What do I do with this? Can I yes? How? بس ماشي. خلينا بس عشان الوقت ما يطولش من هنا ونكمل. أنا ساعات كده لما بتفتح معايا والعملية ممكن ما أوقفش، أفضل أفضل أتكلم 3 ساعات. أخد بق مية بس ونكمل. خلاص، يبقى قفلنا نقطة الحضور دي ونقطة اللحظة، وقلنا إن إحنا كل ما يعني كنا في اللحظة كلما كنا مستشعرين اتصالنا بالله عز وجل، وكلما ان احنا خرجنا بره دايرة افكارنا وتوقعاتنا واحزاننا وذكرياتنا. النقطة دي نقطة تحول، نقطة تحول في حياتك. خلاص انت في اللحظة. العقل اصلا اللي عمال يصدر لك توقعات للمستقبل واحزان عن الذكريات والماضي، انت بره كل ده. فدايما تمسكي باللحظة، تمسكي بالآن، تمسكي بدقة قلبك، استمتعي بيها. اشكري ربنا ان انت في هذه اللحظه موجوده وبتذكريه، وان هو سمح لك اصلا ان انت تذكريه، وسمح لك اصلا ان انت تستشعري وجوده. يعني ده فضل من ربنا عظيم، ده يستحق الشكر لوحده. اكثر الناس لغافلون. تخيلي ان انت من القله القليله اللي مش غافله. الغافلون دول اللي بياكلوا وبيشربوا، اللي اتكلمنا عليهم في الاول، بياكلوا ويشربوا بيناموا ويقوموا ويروحوا شغلهم كانهم روبوت، مش واعيين، مش عايشين، مش في حاله حدود، مش عارفين هم بيعملوا ايه، مغيبين حقيقي كأنهم أجساد خالية من الأرواح. روبوت ماشي، روبوت راكب العربية وماشي، مش عارف هو فين أصلا، رايح فين، يلاقي نفسه وصل.
روبوت بيصلي، صلى وخلص وهو بالله، ولا عنده شعور ان هو بيصلي وبين ايدين ربنا، ولا بيناجي ربنا ولا اي حاجه. يلا هوب 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 الاربع ركعات خلصنا خلاص صلينا. ان اكثر الناس لغافلون، غافلون غافلون. الناس عالقه في الماضي وقلقانه من المستقبل. ناس على طول قاعده فكرها في الحياه وفي الدنيا، وهعمل ايه بكره وهعمل ايه بعد. فين دلوقتي؟ فين اللحظه؟ فين دلوقتي؟ فين رب العالمين؟ انت كل ما انت عشتي في اللحظه كل ما ادركتي وزاد اتصالك اصلا بربنا، ان هو يحقق لك كل اللي انت عايزاه في المستقبل، ويشافيكي من كل اللي عديتي بيه في الماضي. خلاص انت تجاوزتي حدود العقل، تجاوزتي الذكريات، وتجاوزتي القلق بتاعك. فبنتصل بالله، ومن الاتصال بالله اكيد مما لا شك فيه بنرفع تردداتنا، وبنتعلق بربنا بس عز وجل. طول ما انت قلبك ده انت متصله بالله. اللي حضر معانا المحاضره بتاعت كوني متصل، يعني كانت محاضره خطيره جميله جميله، عاملينها من فتره كده. فدايما دايما نبقى متصلين ومتعلقين بالله عز وجل، وفي حالة حضور، وفي حالة اتصال قلبي وامتنان قلبي بالله عز وجل. يعني كله فوائد، كل نقطة تحول انت بترفعي تردداتك، بتنسفي التعلق، بتنسفي الخوف، وتنسفي القلق، بتشيلي الماضي، بتسيبك من المستقبل. انت ماشية على خطى ثابتة، انت متصلة، ده كل لحظة انت متصلة بالله. عايزة ايه تاني؟ عايزة ايه تاني؟ انت خلاص كده، انت خلاص، انت مش عايزة حاجة اصلا من الدنيا ولا فيها. انا ما بقولش ان احنا نزهد او كده، لا، بس انت عايشه في سلام، في طمأنينه. ايا كان اللي بيحصل انا مش فارق معايا. في حرب منه، لا مش فارق معايا، متصله بالله في اللحظه. خلاص خلاص. الدنيا وما فيها اصلا سهوله بقى، يسر، تردداتك مرتفعه، عندك مناعتك عاليه، عندك تفاؤل، عندك شغف، عندك بص على الكشاف اللي بنقول عليه هناك ده في المستقبل، ده بس عشان خاطر انا اتقي وانا اتزكى وانا ابقى ربنا شايفني بصوره افضل، وانا حابه ان انا اكون احسن وافضل، وارتقي في المراتب، وانفع نفسي وانفع البشر بس. فانت طول ما انت ماشيه في حاله حضور، طول ما انت بتعملي حاجات حلوه، تستقبلي حاجات حلوه، موقفه افكارك، تستقبلي حاجات جديده، بتستقبلي افكار جديده، فرص جديده، بتشوفي الامور على حقيقتها، يعني على وعيها الحقيقي. فننتبه يا جماعة، عشان يعني ربنا إن شاء الله يجعلنا من اللي دايما منتبهين والذاكرين والمستغفرين، إن إحنا نكون عايشين اللحظة، مش عايشين في اللالا لاند زي ما